كنت مستني اليوم ده من السنة اللي فاتت بفارغ الصبر. النهاردة رحت المنحل علشان أجيب خلايا نتعلم فيها تربية النحل. موسم النحل بيبدأ في نهاية الشتاء وبداية الربيع، لما يبدأ الجو يتحسن ويبقى فيه زهور كتير يقدر النحل يتغذى عليها. بيقولوا إن فيه 20,000 نوع من النحل، لكن نحل العسل هو النوع الوحيد اللي بيعيش في خلية بالشكل ده وبيقدر ينتج عسل النحل اللي احنا عارفينه. في أنواع تانية من النحل بتقدر تنتج عسل، لكن نحل العسل اللي نعرفه مسؤول عن تلقيح 80% من كل الأزهار اللي موجودة على الأرض. وبيقولوا إنه أي مشكلة تهدد من انقراض النحل هتؤدي بشكل مباشر لانقراض أنواع كتيرة جدا من النباتات. وصحيح إنه نظامنا الغذائي معقد جدا وهيبقى صعب ننقرض بسبب انقراض النحل، لكن في أنواع كتير من الحيوانات بتعتمد بشكل حصري في غذائها على النباتات اللي بيلقحها نحل العسل، وبالتالي أي مشكلة بتهدد وجودهم هتحدث خلل في النظام البيئي بالكامل، ومستحيل نتوقع حجم الخسائر اللي هتسببه. فمن الحاجات المهمة إننا نتعلم أكتر عن النحل وعن دورة حياته، وإزاي نقدر نوفر له بيئة متنوعة من المحاصيل تساعده إنه يزدهر ويقدر ينتج عسل طبيعي 100%. السنة اللي فاتت جربت في نفس الميعاد أجيب خلية واحدة، الحمد لله أنتج كمية مقبولة من العسل. ولحسن الحظ إن ده حصل بدون أي تدخل مني على الإطلاق، لكن جم في آخر شهر 7 ولسبب ما قرروا يمشوا ويسيبوا الخلية. المهم إنه حصلت كارثة وأنا مروح بخلايا النحل في العربية. منحل أهو. الراجل راح يجيب النحل، المفروض أنا كنت هخش بس النحل قرصني جامد من غير ما أعمل أي حاجة. ربنا يستر وما يبقاش شرس بقى. في الأول ما كنتش عارف النحل قرصني ليه، لكن على آخر اليوم فهمت. غالبا النحل ما بيقرصش إلا اللي يحس إنه بيشكل خطر على الخلية، وفي ناس بتقول إن النحل بيحس بالخوف زي الكلاب والجمال والغربان. وتالت سبب إنه لما بيجوع ومفيش مرعى كفاية حواليه بيبدأ يبقى شرس زيادة. ممكن يكون ده فعلا السبب، لأن المنحل حرفيا في نص الصحراء. مش عارف، ممكن يكون بيرعى على أي نوع من أنواع الزهور في المكان ده، لكنهم بيقولوا إنه المفروض بيطير ويلف في دايرة قطرها من 3 ل5 كيلو، وإنه كمان ممكن يتغذى على زهور الحشائش البرية. وأنا مروح بالخلايا بدأت ألاحظ إن في نحل بره، مش عارف إزاي لأن المدخل المفروض مقفول. في الأول ما اهتمتش قوي، لكن الأعداد بدأت تزيد. المشكلة إنه أحد الخلايا كان الغطا بتاعه مكسور، ومع المطبات الغطا اتزحزح والنحل بدأ يخرج بره. فيمكن أخطر حاجة في النحل هو مرحلة النقل، لأن بالإضافة إن الحركة بتستفزهم البراويز بتخبط في بعض وفي نحل كتير بيموت، ولما ده بيحصل بيبقوا عصبيين جدا. فمهم نجيب الخلايا من أقرب مكان ونتأكد إنها مقفولة كويس، ونمشي بالراحة على قد ما نقدر. والأهم من كل ده نعمل اختبار حساسية لسم النحل، لأنه صحيح إن قرصة النحل علاجية، لكن في ناس عندها حساسية وساعتها مش هتبقى أفضل هواية ليهم. سعر خلية النحل عادة بيتراوح ما بين 750 ل 1200 جنيه. ده بيبقى مكون من البوكس الخشب وملكة ملقحة ومن 3 ل5 براويز فيهم نحل، وبيسموه طرد. أفضل منحل نجيب منه هو أقرب منحل لينا، لأن زي ما شفنا النقل فيه مخاطرة كبيرة وبيسبب إجهاد للخلية. بالنسبة للأدوات فأقل حاجة محتاجينها هي المدخنة والماسك، وفي ناس بتلبس بدلة كاملة. معظم الناس بشوفهم بيشتغلوا من غير بدلة، لكن الماسك ضروري لحماية الوش وخاصة العين، وده لأن الوش هو أول حاجة بيستهدفوها. وبالنسبة للمدخنة فهي أهم من الماسك نفسه، لأن النحل مجرد ما بيشم الدخان بيفتكر إن في حريقة وبيكثف جهوده إنه يحمي الملكة. في جزء منهم بيبدأ ياكل العسل استعدادا إنه يمشي ويسيب الخلية. في ناس بتقول إنه بيهديهم أو بيشوش على الفيرومونات اللي بيفرزوها. عامة بينصحوا نتحرك ببطء شديد واحنا بنتعامل مع النحل حتى لو اتقرصنا. مهم ناخد بالنا ما نموتش أي نحلة واحنا بنتعامل مع الخلية حتى لو قرصتنا، لأنها بتسيب فيرموناتها علينا ودي بتبقى إشارة لباقي الخلية إن إحنا مصدر الخطر. في مصادر كتير بتقول إن قرصة النحل ليها فوائد علاجية، لكن لو الموضوع زاد عن حده أكيد بيبقى له تداعيات سلبية، بتبقى مشكلة فعلا لو عندنا حساسية من سم النحل. فعشان كده مهم جدا قبل ما نبدأ نعمل اختبار للحساسية. لكن بشكل عام لو خدنا احتياطاتنا حافظنا على هدوءنا إن شاء الله ما يحصلش مشاكل.